هنقيس حجم التلاجة اللي هو الفريزر من فوق طول وعرض، وهنجيب كرتونة ونفرغها نعملها شكل الشباك كده. كرتونة تكون خفيفة مش سميكة، أو يفضل يكون ورق فوم مثلا عشان يبقى رقيق معانا. وبعد كده هنجيب مستطيل برضو بطول قصدي بعرض الفريزر، وهنعمل هنفرغه هو من يعني هو 10 سنتي، وبعد كده هناخد مقاس 3 سنتي من فوق و3 سنتي من تحت، والعرض 2 سنتي. وزي ما قلت لكم هو مقاسها مقاس عرض الفريزر في 10 سنتي. وبناخد مستطيل ونوصلهم ببعض زي ما انا عامله كده، وبعد كده هنجيب قطر ونبدأ نفرغ الجزء اللي هو المستطيل اللي في النص ده، ونحاول ان احنا واحنا بنستخدم الكرتون يكون كرتون مش سميك، يعني ما يكونش بتاع مثلا كرتون تلاجة او اللي هي الحاجات السميكة دي، علشان يبقى سهل في اللزق معانا على التلاجة. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنعمل ديكور من جوه ومن بره للتلاجة لرمضان، هيبقى بالشكل ده. بعد كده هجيب مستطيلات عاملاها هي طولها 12 سنتي في عرض 3 سنتي، 12 سنتي ونص في عرض 3 سنتي، وعملت شكل مدبب كده زي المثلث من فوق، وهعمل طبعا كذا واحدة منها. وهنبدأ نعمل اللي هو شكل السياج اللي هي الخشب اللي بتبقى موجودة، اللي هي بنحطها وبنعمل لها زي ورد كده. طبعا احنا هنعملها زي كأنها شباك، فكأن اللي هو اللي بيتحط عليه الورد بالشكل ده كده. نبدأ ان احنا نقدر كده مسافات تكون يعني كلها متساوية مع بعض، ونلزقها بالشمع. زي ما قلت لكم الناس اللي أول مرة تشوفني خدوا جولة في القناة، هتلاقوا فيديوهات كتير عن ديكورات رمضان، وأنا لسه شغالة برضو في ديكورات رمضان الجديدة، فتابعوني. واللي عجبوا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. طبعا هنجيب برضو بمقاس الديب فريزر، أنا ما بقولش المقاس لأن طبعا كل واحد مش زي التاني، المقاسات مختلفة في التلاجات. فأنا كده أنا حاليا بعمل الجزء بتاع الديب فريزر. خدت المقاس بتاعه عندي وعملت على مقاسه قماش خيامية، وبعد كده قسمتها من النص وخدت مقاس من ورا كده، عملته بالمسطرة بقلم رصاص من ورا. وهبدأ ان انا اقص النص ده، بس مش هقص للآخر بالشكل ده كده. بعد كده بقى نبدأ ان احنا نتني الحروف عشان ما تبقاش منسلة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير، علشان انا بجد بتعب في الفيديوهات ديت. ف اللايك بيساعدني جدا، وكمان بيرفع لي بيساعد ان اليوتيوب يرفع لي الفيديو. فلو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه باللايك، ولسه اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فيها، واللي مشترك ومش مفعل الجرس ما ينساش يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وانتظروني في فيديوهات تانية وسلسلة تانية من سلسلة ديكورات وزينة رمضان. كل الحروف ديت احنا تنيناها، وتنينا كمان اللي من هنا ومن هنا، من تحت ومن فوق بالشكل ده. هنيجي بقى هنعمل مستطيل كده رفيع بمقاس يعني زي ما احنا عاوزين، وهنتني حروفه. وهنجيب بقى اي غطا عندنا، وطبعا هنقلبه على الظهر، ونبدأ ان احنا نعمل الربع دايرة دي.
دي طبعا الفستونات اللي هي بتبقى موجودة في الستاير أو الزينة اللي احنا بنعملها. بعد ما عملنا نبدأ ان احنا نقصها بالمقص بالشكل ده كده، وبعد كده بقى هنزينها من تحت بأي نوع زينة عندنا، أي شريط عندنا. بالشكل ده كده. بعد كده هنجيب الستارة ونحط الجزء ده فوقيها، هنلزقه بمسدس الشمع لحد ما خلصناه، يعني عملناها من الجزء اللي فوق كله. وطبعا احنا هنلمها كده هتبقى زي الستار. دول بقى بتوع التلاجة، بنقيس برضو عرض التلاجة ونعمل نفس موضوع الدوائر اللي انا عملتها ونلزقها بنفس الطريقة بالشكل ده كده. طبعا ده التلاجة من جوه. بعد كده عملنا نرسم مثلث ونعمل منه كذا قطعة بالفوم، نعلم هو المثلث او الورق ده، ونعمل منه كذا واحدة بقماش الفوم ونقصها. وبعد كده هنجيب خيط الخيش واقيس عرض الرفوف بتاعتي اللي هي في الباب، دي بتاعت الباب. التانية كانت الرفوف اللي هي بيتحط عليها الحلل والحاجات ديت والاطباق وكده، لكن دي هنقيس مقاس كل رف من الباب، وهنعمل ناخد مقاسه بالقماش الخيش، وبعد كده نلزق ونعمل له اللي هي الزينة المثلثات دي. بعد كده طبعا انا دهنت الكرتونة بتاعتي باللون الابيض، وكمان دهنت برضو السياج اللي عاملاها باللون الابيض، دهنتها بالبلاستيك الابيض. ولما نشفت هبدأ استخدمها. زي ما قلت لكم ممكن تستخدموا الفوم يكون افضل، هيكون رقيق وسهل في ان انتوا تحطوه على التلاجة، بس انا للأسف ما كانش عندي فاستخدمت الكرتون. نبدأ بقى ان احنا نلزق الستارة على الشباك بتاعنا اللي احنا عملناه. وكمان هنلزقه من الجنب، من الجنبين طبعا، الحرفين دول بس. ومن الحرف التاني. وبعد كده بقى لميتها من الجنبين ولزقتها برضو بالشمع كده، والكسر دي برضو انا عملتها بالشمع. وبعد كده بقى هجيب نفس الشريط اللي عامله بيه الفستانات اللي فوق ديت، هعمل بيه الجزء ده كأن احنا رابطين الستارة ولمينها من الجنب بالشكل ده كده اهو. وكمان الناحية التانية هنعملها بنفس الطريقة. هنا السياج بقى بعد ما دهنتها بالبلاستيك الأبيض وحطيت لها بقى، هنجيب ورد، أي ورد عندنا، بواقي بورد، ونلزقها بالشكل ده عليه. وهنا بقى أنا لزقت أول جزء لزقت الشباك على الديب فريزر، على الفريزر من فوق. وبعد كده حطيت السياج لزقتها، ولزقت تحت كمان الفستانات اللي تحت ديت برضو. معلش انا مصوره لكم بالطول لان المطبخ بتاعي مش معمول سيراميك، فمش حابه ان انا اصور الصوره بالعرض، فادعوا لي يعني ان شاء الله اعمل مطبخي سيراميك قريب. فانا اسفه ان الصوره بالعرض، بس طبعا يعني اعتقد برضو. هنا بقى برضو من التلاجة من جوه برضو لزقتها بالشكل ده. وهنا بقى طبعا بنلزق بالشمع عادي على الحروف. وهنا كمان عملت المثلثات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش لو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.
علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان الفيديو يترفع. طبعا احنا هنجيب قماش الخيامية بتاعنا. انا طبعا مقصة ومجهزة القماش. من العرض كده هيبقى 20 سنتي، والطول هيبقى 85 سنتي. دي قطعة احنا هنبقى قصينها بالمقاس دوت، وهيبقى الجزء اللي هو فيه يعني جزء زيادة كده من ناحية ال20 سنتي دي، حوالي 5 سنتي زيادة كده، يعني نقول 25 سنتي من العرض. بعد كده هنقلب القماشة بتاعتي، هنعملها هنخليها على الظهر، وهنجيب طبق بالشكل ده كده، نعلم علامة من الناحية دي ومن الناحية دي كده عشان ما نبقاش متلخبطين واحنا بنعمل الفرنشات بتاعتنا. هنبتدي ان احنا بقى نجيب القلم واعلم بالقلم علشان اعمل الفرنشة ديت، وتبقى عشان الستارة اللي هي هتبقى ديكور بتاعنا اللي احنا عاملينه. طبعا هعلم بالقلم زي ما قلت لكم، انا عامله علامه يعني حوالي ربع الطبق كده، وخدت بالمسطره من هنا علامه ومن هنا علامه، وبروح شغاله بقى كده او يعني بعد ما اعمل النص دايره او الربع دايره دي، بروح نازله تاني عند الحرف اخر حاجه واقفه عندها، واجي تاني اروح عامله ايه واحده كمان. برضو هنعمل تاني لحد نفضل نعمل لحد ما ال85 سنتي اللي احنا عاملينهم دي، اللي هي طبعا انا عملتها كده بمقاس الباب عندي تقريبا، يعني كده قست الباب. طبعا البيبان كلها بتبقى اغلبها مقاس واحد. وهنبتدي ان احنا نفضل نعمل كده لحد ما نخلص خالص الستارة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما بخلص بروح واخدة على الحرف التاني وهكذا. وبعد كده هنطلع بقى يعني اللي فوق كده بالمسطرة ونقص عشان يبقى من الجنب كده متساوي، وبعد كده نقص الفرنشات بتاعتنا اللي احنا عملناها. طبعا بحاول اقص كده على الخط بالظبط علشان ما يبقاش يعني حتة طالعة وحتة نازلة. ده الحتة اللي في الجنب اللي انا بسويها، والزيادة انا حبيت ما عملتش بقى الحتة الصغيرة اللي كانت معايا دي بعد كده، ما حبيتش ان انا اخليها، قلت اخليها كلها تدويرات كاملة فما عملتهاش. بعد كده هبتدي ان انا اقص زي ما انتوا شايفين لما كنت بعمل بالقلم، هقص على العلامات اللي انا عاملاها ديت بالقلم، اقصها بالمقص كلها. طبعا ما تنسوش يا جماعة اللايك بالله عليكم، لان اللايك بيرفع الفيديو، وانتوا عارفين قد ايه الواحد بيتعب في الفيديو. فلو الفيديو فعلا عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو يعني عجبكم قوي ممكن تعملوا له شير كمان، تخلوا غيركم يستفيد. طبعا بعد كده انا عملت زي ما انتوا شايفين قصته كله اهو، زي ما انتوا شايفين قصتها كلها، وهتنيها زي ما بقول لكم. ده هيبقى الجزء الزياده، يعني احنا كده 20 ونقول 5 سنتي اللي ورا دول. بس لسه طبعا مش هنعملهم دلوقتي. دي بقى الستاير بتاعتي اللي هي الحتت اللي هي الطويله اللي هتبقى نازله من هنا حوالي 41.5 سنتي، ومن الناحية اللي هي الأطول ديت هتبقى 80 سنتي. طبعا أنا مجهزة القماش أيساه ومقصاه، هنعمل منها طبعا قطعتين ونشيلهم على جنب عقبال ما نخلص الفرنشة بتاعتنا بمسدس الشمع. وهنجيب الشريط بتاعنا الأصفر دوت، طبعا بيتباع في كل مكان وسعره رخيص جدا، يعني حوالي 1.5 جنيه أو 2 جنيه للمتر. هبتدي ان انا احط على الحروف بتاعه الفرنشة بتاعتي والزق بيها الستارة. طبعا الستارة دي ممكن نحطها في اي مكان، زي ما قلت لكم ممكن تحطوها على شباك مطبخ، ممكن يتحط على باب اوضه، باب شقه، في اي جنب في اي مكان. مش يعني اقصد ان ده ديكور يتحط في اي مكان وفي اي وقت.
وهيبقى شكله حلو. يعني اللي مش حابب يحطه على باب الشقة ممكن يحطه على باب بلكونة، على اي حاجة، على اي شباك، بيبقى شكله حلو. طبعا طبعا هنعمل نفس الطريقة، بس هنبقى واخدين ساعتها المقاس بتاعنا اللي احنا عايزينه، اللي هيبقى معمول للحاجة دي. وزي ما انتوا شايفين كده بيتلزق بسهولة جدا. طبعا ناخد على الحروف كده بتاعة التدويرات اللي انا عاملاها، وامشي بالشمع عليها واروح لازقة عليها الشريط اللي انا جايباه ده. نحاول نخلي الشراشيب ما تلزقش في الشمع. يعني ساعات الشراشيب دي اللي هي نازله من الشريط دي بتبقى جايه معايا، يعني بلاقيها طلعت لفوق كده ولزقت، فاحنا نحاول ان احنا نخليها تبقى لتحت. طبعا هنعمل الفرنشة كلها بنفس الطريقة. طبعا هي شكل البرقع كده، يعني عاملة زي برقع. هنا خلاص بعد ما خلصتها طبعا كلها بقت بالشكل ده. طبعا انا كنت يعني ما عملت جزء منها وبعدين خلصتها بعدين يعني. وهنجيبها على الظهر، هنحطها على الظهر، وهنجيب يعني هنخلي الوش لتحت ونعملها على الظهر كده تبقى ناحيتنا. وهنجيب برضو القطعتين اللي انا عاملاهم طبعا من الجزء اللي هو 41 سنتي ونص ده، هلزقه. هخلي الوش بتاعه من تحت والظهر لينا، والزقه على حرف اللي هو اللي انا هتنيه. يعني انا المكان ده الابيض ده كله هتنيه. فاحنا لو مش عندكم مش هتبقوا عاملينها القماشه زي كده سايبه فيها حته بيضه، اللي هي من القماشه اصلا اللي بتبقى في قماش الخياميه، انتوا ممكن تبقوا عاملين بقى علامه كده بالمسطره عشان تبقوا عارفين انتوا بتلزقوا على وعشان يبقى خط مستقيم. طبعا انا لزقتها بالشمع، ولزقت ناحيه وهجيب الناحيه التانية وهلزقها برضو بنفس الطريقه. هحطها جنبها كده والزق، بنمشي على الحرف بالظبط ونلزق. كده خلاص بعد ما خلصت ولزقتها كلها طبعا كده الستارة اتلزقت. هنتني بقى الزيادة ديت بالشمع برضو. نبدأ ان احنا نحط كده الشمع ونلزق. كله هنعمله بنفس الطريقة طبعا. بعد ما لزقتها كلها كده خلاص هي بقت جاهزة معايا وخلصت كده، ما خدتش اي حاجة خالص. يعني طريقة سهلة جدا واسهل فيديو بصراحة اعمله في ديكورات رمضان، ما خدتش اي حاجة مني ولا اي وقت ولا اي حاجة. اهي ده شكلها. طبعا لسه هنلم بقى الستاير دي كده. هنجيب بقى يعني هنعوز نعمل اللي هو من نفس الشريط كده، نجيب نقطع كده 2 نربط بيهم الستارة، تدي شكل كده ونبقى لمين بيها الستارة بتاعتنا. حتة كده يعني مش بمقاس معين، زي ما انتوا عايزين تطولوها تقصروها، بس كده. المهم يبقوا مقاس بعض، ودول اللي هربط بيهم الستارة. هنا طبعا بعد ما حطيتها على الباب، لزقتها بالشمع وحطيت فرع نور.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة.